السلام عليكم واش الخوت، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت نتكلم على الناس اللي كيسولوا على الكاميرات د سيرفيونس اللي كتكون في الباركمات ولا في الديور ولا في الفيلات ولا في الكراجات. يعني كيبغي الانسان يحمي الممتلكات ديالو ولا المشروع ديالو عن طريق الكاميرات ديال المراقبه. واش الامور قانونيه ولا ماشي قانونيه؟ تبعوا معنا حتى لاخر الفيديو. كنعرفوا اغلب الناس كيبغيو يحميو الممتلكات ديالهم بالكاميرا د سيرفيونس وكيبغيو يسولوا واش الامور قانونيه ولا ماشي قانونيه. دونك كما كنعرفوا الفصل 21 كيضمن الحق اي مواطن انه يحمي الممتلكات ديالو بشتى الطرق القانونيه، ومنها الكاميرا د سيرفيونس يعني كاميرا ديال المراقبه، بشرط انه يوجهها الاماكن المقصوده يعني بالمراقبه، يعني اماكن اللي انت كتظن ان يقد يدخل لك منها الشفار، فيها الباب، فيها شرجم، فيها شي حاجه، تراقب لك واحد السلعه مثلا، ولا كتراقب البارطومون ديالك جهه الباب ديالك، يعني الدخله د لابارطومون ولا في وسط لابارطومون ديالك ولا الجنبات ديال الطريق فين كتحط السياره ديالك. ما كاين حتى شي مشكل. المشكل فين كيوقع هو فاش كيكون شي سيناريو ديال السرقه ولا ديال النهب ولا ديال التخريب، تما كيبدا الامر كيتفاقم. وهنا خص تتبعوا معايا وتدقوا معايا مزيان في هذه البارتيه اللي غنهضر عليها. دونك فاش كيكون شي سيناريو ديالك نتايا مثلا واقع لك انت ولا واقع لجارك ولا واقع لواحد السيد غير لازم الشارع، والكاميرا د المراقبه كتشوف وجا عندك مثلا قال لك عافاك اخويا راه تسرقت في هذه البلاصه هذه وشفت عندك الكاميرا، اعطيني فيديو. عافاك ما تعطيه لا فيديو، ما دير معاه حتى شي حاجه. طلب منه يمشي للشرطه والشرطه تجي لعندك نتايا، طلب منك من بعد دير الاجراءات القانونيه ديالها تجي لعندك نتايا، وديك الساعه عطيهم الاذن انهم يشدوا داك السيناريو ولا يشوفوه ولا يحملوا البارتيه اللي تضرب فيها السيد ولا تسرق ويعتمدوا عليها كدليل او كاثبات العمليه ديال السرقه، ويحددوا الهويه ديال المجرم. وبما انك حطيتيها في يد الشرطه داك الفيديو راه غيبقى عندهم وما غيمشي يتجاوز يتساليو به، كيضربوا عليه ولا كيمحيوه. دونك ما تعطيش انت السيد اللي طرالو داكشي فيديو هو يمشي. شكون اللي ضمن لك ان داك السيد يقد ينشر الفيديو وغتولي في واحد الحاجه ديال التشهير ديال داك السارق، شهرتي به بين وجهه في الكاميرا، وتقد توصل يعني الجريمه حتى 3 سنوات والغرامه حتى 2 المليون على حسب الضرر اللي لحقتي بالصفه او الوجه ديال داك السيد او العائله ديالو. كذلك الا وقع لك انت المشكل في الدار ديالك ولا تسرقتي ولا طرا امور ديال التخريب ولا شي حاجه، كتهز اللقطه اللي شاهدتي فيها ديك المساله وسير عند الشرطه، دلي بالاقوال ديالك وديروا لكم المحضر ديالك واستدلي بداك الاثبات يعتمدوه باش يعرفوا السارق ويحدوا الهويه ديالو ويشدوه. ومن بعد داك الفيديو من طبيعه الحال انت تسمحيه والشرطه كتمحيه وما كيبقى حتى شي واحد ما تشدوش وتشهر به واحد الانسان بعد ما يقبطوش البوليس مثلا ولا ما حدوش الهويه ديالو وتشدوا نتايا تنشروا وسائل التواصل الاجتماعي، راه غطيح في مشكل. هو انت تابع على السرقه، هو تابعك على التشهير، وبجوجكم تمشيو للحبس وبجوجكم تخلصوا الغرامه. دونك ردوا البال لهاد الامور. دونك كما عرفنا الكاميرا من حقك انك تستعملها لحمايه الممتلكات ديالك، ماشي تزوميها للسطوحه والشرج ديال عباد الله، تزوميها للبلاصه انت اللي خاصك نتايا واللي كتحط فيها الممتلكات ديالك ما فيها حتى شي مشكل. والسيناريو الا وقع مثلا السرقه ولا ديال الضرب والجرح ولا شي حاجه، ما تعطي حتى شي واحد الكاميرا ديالك يشوف داكشي اللي طرا، ولا ما تعطي حتى شي واحد الفيديو يديه معاه في يديه. الشرطه الوحيده اللي يمكن تساعدها في اطار المساعده القانونيه تعطيها الفيديو وهي غتحدد المجرم فين كاين. نتمنى الميساج يكون وصل. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك اعجاب وتعليق، ونتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كامله. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتكومونطيو وتبارطاجيو، تباركوا على هذا الزر ديال ابينو. تحياتي.